شيخنا، ما حكم الأربعين على الميت؟ وتسأل عن هذا؟ نعم، لأن شيخنا راهي منتشرة كثيرا في مجتمعنا. هذه شوف، وإذا لم تذهب إلى الدعوة قد ينكر عليك. سأذكر لك شيئا. أنا قليل الاستعمال للفظ البدعة، لا لكوني غير معتقد أنها بدعة، لكن إذا كان الأمر بينا واضحا لا ينبغي أن يختلف فيه فإني أقول بملء فمي إنها بدعة. لا 40 ولا السبوع ولا 3 أيام. وقد صار الناس يقلصون من السبوع. كان بكري عندنا السبوع، دار فلان السبوع والله ما دارش. هذه كلها مخالفات ما أنزل الله بها من سلطان. أن نحن مطالبون إزاء الميت بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وما زاد على ذلك فكله مخالفات فلا ينبغي أن تفعل. ومما يؤسف له أن الجنائز تحولت إلى زردات وقعدات وإطعام طعام، وفي بعض الأحيان يقدم فيها ما لا يقدم في المناسبات المشروعة التي شرع فيها إطعام الناس وإكرامهم والاحتفاء به، فصار يفعل في الجنائز أعظم ما يفعل من هذا. هذه كلها مخالفات. ومما يؤسف له أن بعض الناس إصرارا منهم على مخالفة غيرهم ممن يظنونهم يتصفون بهذا الوصف، الوهابي اللي جابوا دين جديد. هذا دين جديد؟ هذا دينكم، هذا دين نبيكم صلى الله عليه وسلم ونحن جميعا أتباعه، ولم يأتي به شخص أمسي أو ولا أمسي. فالجنائز لها شأن خاص، أن الإنسان يعزي ويشارك في الدفن والصلاة على الميت وينصرف. وإذا جاء ضيوف كان لهم حق الضيافة، وحق الضيافة على المسلمين. وإذا أعان الجيران على الضيوف اللي بعد لا بأس، على أنه في هذا العصر الضيوف في الوقت الماضي كان العلماء بعضهم قال ما كانش حق الضيافة إذا كان في المدينة فنادق ومطاعم ممن كان مسيرا، فكيف بهذا العصر؟ لهذا هذا كله مخالفات. ولا ينبغي للناس أن ينفقوا من أموال الميت على هذه الولائم، هذا لا يجوز. وعلى الورثة أن يطالبوا من أنفق من غير أن يستأذنهم، هو أنفق في غير جائز وتصرف في أموال الناس، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فهو مخالف من جهتين: من جهة كونه أقام زردة في غير وقتها المشروع، ومن كونه تصرف في أموال الناس. فيمكنهم أن يقولوا له ارجع إلينا الأموال هذه التي أنفقتها، وما أكثر ما يفعل الناس هذا.